مساء الخير يا جماعة، معاكم أبو نوف حارس. أهلا بيكم مرة تانية. أنا آسف على الغيبة الطويلة للناس اللي كانت متابعانا الفترة اللي فاتت. الحلقة دي أخوانا هتبقى بداية أو عودة مرة تانية لبرنامج بنك الحظ، وأنا انتهزت الفرصة لأن أنا فريش جراديويت، فبقدم في شغل في البنوك ودوري ربنا يكرمني، فبذاكر الحاجات عشان أمتحن أو عشان أدخل انترفيو. فممكن أنا قلت أستفيد بالحاجة دي بدل ما أنا أذاكر وفي نفس الوقت يبقى أنساها، أنا أذاكر وأفيد بيها الناس. يعني الحاجة اللي أنا ذاكرتها أفيد بيها الناس. إنك أنت ممكن تكون بتتفرج على الفيديو ده تعرف حد لسه خريج جديد في مثلا خريج من تجارة جديد ورايح يعمل انترفيو قريب، أو بيقدم في البنوك أو بيفكر إنه يقدم في البنوك، أو حتى بيدرس في كلية التجارة، فلازم يبقى عارف المعلومات زي كده. بنك الحظ كانت سلسلة بتقول توبكس أو بتقول تيبس في البنوك، فالمعلومات اللي أنا هقولها دي ريليتد بالبنوك برضه، فأنا يعني حابب بس أفيد بيها الناس. فكنت هتكلم بس معاكم النهاردة عن حاجة، سؤال بيتسأل دايما في الانترفيو. لو انت رايح تعمل انترفيو بتاعكم في البنك الاهلي في بنك مصر، يعني لازم نعرف نجاوب السؤال ده في الانترفيو. اولا في حاجه اسمها الاوراق التجاريه. الاوراق التجاريه دول 3 انواع: الشيك والكمبياله والسند الاذني. في انواع تانية من الاوراق، في اوراق ماليه ممكن نشوفهم في مره تانية. بس احنا عايزين بس نتطرق لسؤال بيتسأل يقول لك ايه هو الفرق بين الكمبياله والشيك؟ ايه الفرق بين الشيك والكمبياله؟ يعني في اكتر من فرق، فهحاول اجمع لكم كده. انا يعني دورت، يعني انا مش حافظهم او انا ما اخدتهمش في الكليه، انا دورت على السورسز اللي قدرت اوصل لها بتقول نفس المعنى. اول حاجه بس معلومه بس تبقى عارفها، الشيك يعني الشيك والكمبياله عموما لما تيجي تكتب شيك او لما تيجي تكتب مش كمبياله، في 3 اطراف. لازم تبقى عارفهم. في فرق، في حاجه اسمها الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. الساحب ده اللي هو صاحب الشيك، يعني انا هتكلم معاكم في الشيك مثلا، الساحب والمسحوب عليه والمستفيد. الساحب ده اللي هو صاحب الشيك اللي هو انا هكتب شيك، تمام. المسحوب عليه اللي هو البنك اللي انا معايا الحساب اللي محطوط فيه الحساب بتاعي اللي اصدرت منه الشيكات، وليكن مثلا البنك الاهلي. المسحوب عليه هنا البنك الاهلي. المستفيد اللي هو حضرتك. لو انا هكتب لك شيك، انا مثلا هكتب شيك ب 100,000 جنيه ليك، كنت احمد محمود مصطفى بيشوي ايا كان اسمك، يعني سين. مش عايز اخش معاكم في الديتيلز، بس انا عايز اجاوب على السؤال بس. الفرق بين الشيك والكمبياله. الكمبياله تعتبر اسمها اداه وفاء وائتمان. ائتمان يعني حاجه اجله من دلوقتي، يعني ممكن تكتب الكمبياله دي قيمتها تتسدد بعدين، فدي يعني بعد فتره مثلا تكتبها في 1/1 ممكن قيمتها تتسدد في 1/2 مثلا، فاجله يعني مؤجله، فكده معناها ائتمان. وفاء يعني هتوفي القيمه المكتوب فيها. الكمبياله دي 100,000 هتسدد قيمه 100,000. لكن الشيك ده اداه وفاء بس، بيسدد قيمته بس، مش اداه ائتمان خالص. ولو ان في بعض الناس بتستخدم اداه ائتمان، بس ده يعني قانونا مش موجود، يعني دي حاجه عرف تجاري في التجاره مع بعض الناس، يعني في التجاره عموما مع بعض بيستخدموا الشيك ساعات على انه اداه ائتمان. ازاي يعني؟ انا اقول لك انت هتشتري مني البضاعه دي، فاقول لك انا عايز شيك منك عشان اضمن انك هتدفع لي فلوس او هتحول لي فلوس في حسابي، او ايا كان الاتفاق بيكون ازاي. فانا باخد منك الشيك ده ضامن بس، مش هصرف، يعني انا ممكن اصرفه دلوقتي لكن انا مش هصرفه لغايه ما انت تحط الفلوس او تديني فلوس او تديني الدفعه من الفلوس او ايا كان. اول ما تديني فلوس هديك الشيك ده اقطعه، مش لازم. فعرف كده مع بعض كتجار يعني، لكن هو قانونا اداه وفاء بس. يعني هو اول وجه اختلاف اللي هو الكمبياله اداه وفاء وائتمان، لكن الشيك ده اداه وفاء بس. الاختلاف الثاني اللي ممكن نجيبه من الاختلاف اللي فات، ان الكمبياله ممكن تبقى مؤجله، يعني ليها تاريخين، بيبقى تاريخ الكتابه او تاريخ الاصدار الايشنس ديت، وتاريخ الاستحقاق. تاريخ الاصدار غير تاريخ الاستحقاق، يعني ممكن اكتبها النهارده في تاريخ الاصدار النهارده، ويبقى تاريخ استحقاقها بعد اسبوع. لكن الشيك اتكتب النهارده ممكن يتصرف النهارده، يعني هو بيتكتب في تاريخ واحد بس، او تاريخ اصدار النهارده واحد. مثلا تكتب الشيك بتاريخ يوم 5، تاريخ يوم 6. الشيك اول ما يصدر ويترمي يتداول ما بين التجار لازم يتصرف في اي وقت عادي. لكن الكمبياله ليها تاريخ استحقاق. اختلاف ثاني بين الشيك والكمبياله، الشيك يتم سحبه على البنك اللي هو المسحوب عليه زي ما انا قلت من شويه، لكن الكمبياله ممكن تسحب على اشخاص عاديين او اي مؤسسات ثانيه. وفي نفس الوقت الشيك ما بيتعملش، يعني بيتسحب على البنك وبيتكتب على نموذج خاص بالبنك نفسه. يعني مثلا البنك الاهلي ليه شكل معين في الشيك. انا مثلا فاتح حساب في البنك الاهلي حساب جاري، فالحساب الجاري ليه شيكات طبعا، وانت مش عارف ايه هو الحساب الجاري هتشوف الفيديو فوق في الكارد ممكن تتفرج عليه. الحساب الجاري بيبقى ليه شيكات،
فانا بقول للبنك الاهلي اصدر لي دفتر شيكات على حساب التجاري. البنك الاهلي بيروح يعمل نموذج خاص بيه هو البنك الاهلي بيبقى عليه اللي هو ده دفتر الشيكات، فانا بكتب الشيك على نموذج اللي هو البنك، بسحب على البنك، بسحب فلوس على البنك لان انا مدين البنك اللي هو الحساب بتاعي. الكمبياله بيتم سحبها على اشخاص طبيعيين عادي زي الشيك والكمبياله. برضو الشيك لازم اول ما انا ابدا اصدر الشيك لازم انا اكون مغطي حسابه في البنك. يعني انا الحساب بتاعي مثلا فيه 50,000 وانا اكتب شيك ب 100,000، ما ينفعش اكتب الشيك واديه للراجل والحساب بتاعي فيه 50,000، لان هو ممكن يروح يسحبه دلوقتي يقول له مفيش في الحساب رصيد كفايه فيختم على الشيك بدون رصيد، او لا يوجد رصيد كافي ففيها حبس حبس. يعني الكمبياله مش لازم، الكمبياله ممكن تحط الرصيد بتاعك بعد ما الكمبياله تطلع او بعد التاريخ، لان زي ما قلنا الكمبياله لها تاريخ. الشيك هو تاريخ واحد، الشيك واجب الدفع بمجرد الاطلاع عليه، لكن الكمبياله يجوز انك انت تدفع او يجوز انك انت تسدد او تاخد قيمتها يعني قبل تاريخ استحقاقها او في تاريخ استحقاقها، ممكن براحتك بمزاجك. لكن الشيك واجب الدفع، طالما انت جبت الشيك خلاص. يعني انا لو معايا شيك بتاريخ يوم 5 مثلا وجيت قدمته البنك يوم 4 لازم اصرفه، ما ينفعش. غير بقى لو كان في انواع معينه من الشيكات هنتكلم عنها في فيديو كامل للشيكات ان شاء الله. في بعد كده في فرق مهم جدا الشيك والكمبياله. الشيك بيدي حق جنائي يعني يحبس، ممكن لو انت طلعت شيك بدون رصيد تتحبس، لكن الكمبياله بتدي حق مدني. يعني لو التاجر طلع كمبياله لواحد ومفيش رصيد كفايه مش هيتحبس، اخره خالص ان التاجر يعلن افلاسه. بس ان الشيك يصرف لحامله او للمستفيد منه، يعني انا ممكن اكتب اسم واحد مستفيد منه او اكتب لحامله، اعممها يعني فاهمني. وانا هكتب مثلا لمحمود الشيك ممكن اكتب محمود كذا مثلا، او ممكن اكتب الشيك لحامله، ما حددش اسم. لكن الكمبياله اشترط وجود المستفيد او اشترط ذكر المستفيد. دي يا جماعه كانت بعض الاختلافات اللي كانت اجابه السؤال اللي هو الفرق بين الكمبياله والشيك. لو في اي اسئله يا جماعه ممكن تسيبوها لي تحت في الكومنت. سؤال الحلقه زي ما بيقولوا ما هو اطراف الشيك، يعني انت تكتب شيك ايه هي الاطراف بتاعته. اللي يعرف الاجابه دي يا جماعه تقول لي في الكومنت تحت. ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك او تشيروا لاصحابك لو انت شايف ان في ناس من اصحابك عايز تستفيد، او تشيروا لاي حد من الناس اللي انت حاسس انها تستفيد. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب. شكرا.